عندك عزيمة وتبين حلا سهل ولذيذ، متوهقة وتبين حلا يخلص بنص ساعة تقدمينه لضيوفك ويكون شكله ذرب وطعمه ناطع، مالك إلا هالحلا. القلاش بالقشطة خطواته سهلة وسريعة وما ياخذ وقت. أول شي قبل لا تبدين بالقلاش ذهبي الشيرة وحطيها على النار إذا ما عندك شيرة. يلا نبتدي. بايركس تحطين فيها سمن من تحت، طبقات من القلاش بينهم طبعا سمن، وبعدين أحط الحشوة اللي هي الكريمة. الكريمة طريقة تحضيرها وايد سهلة، كوب ونصف حليب، 4 أكفاش نشا أو 5 أكفاش نشا على حسب القوام، 4 أكفاش شكر، أحرك خلطهم على نار متوسطة. لما النشا يتكتل أضيف باكيت جيمر، أي ماركة تستخدمونها ما تفرق، وخليها تهدى شوي على ما أذهب القلاش بالصينية وأحط الحشوة بالنص. ولازم أسكر عليها مثل ما شفتوا شلون كنت قاعد أسكر القلاش على الجيمر، لأن إذا طلعت برا راح تحترق. وبعد ما أضفت الطبقات اللي فوق الحشوة ضفت معاهم السمن، سكرت كل الأطراف ودخلتها لي داخل وصفطتها لي تحت عشان تتصفى تعدل الصينية وما أخلي الحشوة تطلع برا أبد. وهذا كان الشكل النهائي للصينية. الحين نقصها، لازم نقصونها قبل لا تستوي، لأن إذا استوت وقصيتوها راح تخربونها. أوكي طلعت شوية جيمر لبرا بس عادي، قصيتها وحطيتها على نار من تحت 5 دقايق، وكل شوي أدخل أشوفها عشان القلاش يستوي بسرعة، وممكن يحترق منكم في ثانية. وهذا شكلها بعد ما استوت في الفرن، ريحتها وشكلها ولونها يشهي ويفتح النفس، وحرفيا ما أخذت غير 30 دقيقة وبس. عليكم بالعافية. ألذ بقلاوة بالقشطة. إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة وطبقوها ما راح تندمون.